اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين وصباح الورد والفل والجمال على الناس المسكرين اللي بتتابعني. هنشوف بقى الفيديو ده مطبخ العروسة. بص بقى، بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة جدا. مش تنسوا كده العروسة بدعوة حلوة كده من قلبكم، ربنا يا رب كده يتمم لها على ألف خير ويسعدها وعقبال أولادكم كده وبناتكم وبناتنا يا رب. بصوا بقى، ده كانت اول دخلة المطبخ. بصوا بقى، دي التلاجة بسم الله ما شاء الله، كانت اللي هو الحجم الكبير. وده هنا بقى الادراج، وهنا نيش. كان 4 ادوار كده في المطبخ، بيكون شكله حلو خالص. هنا بقى الرخامة، اطقم الرخامة. هنا بقى شنطة المعالق والسكاكين، لان النيش بتاعها مش كان في مكان، وكمان الضلة في المطبخ مش كانت واخدة، فما كانش في مكان اللي هو الرخامة بقى يترص عليه. مش تنسونا بقى باللايك والشير، واللي اول مره يدخل على القناه يعمل لنا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. بصوا بقى، دي كان الصواني واطقم المجات الشوربه والنسكافيه. وده هنا التوابل. وده هنا طقم كده فنجان بالبراد بتاعه، وطقم كده مجات بالحامل. وهنا الفرن الكهربائي والشوايه. وهنا الغساله. طبعا هفتح لكم كل حاجه ايه بقى بالتفصيل. تحت كده حطيت هنا طقم الحلل، وطقم الحلال التاني اللي هو اللي تحت اللي هو الشاورما. طبعا الطقم ده كان معاه صينية فرن وطاسة قلي. اما بقى هوريك بقى الطقم التاني. ده بقى بيكون معاه كل حاجة، بيكون معاه بقى الكنك والجريل وصواني الفرن. وده هنا كان التربو، بس طبعا ده الحاجات بقى ما يجيبوها بقى يوم الفرح وكده. وانا حطيت مكنة القهوة وترمس الشاي. وكانت جايبة كده 2 براد ستانلس اللي هو الحجم الكبير. وقوالب كده الحلويات. وفوق هنا بقى البايركس، طقم البايركس ده كان 5 قطع. ده هنا للفرن. وطبعا هنا كان بقيت طقم المليمين حطيته لها كده في الضلفة دي. وهنا بقى مجات للشوربة. وطقم كده برضو بولات. وفوق كده برضو اللي هو الهاند بلندر. بس هي مش فكته، احنا فكنا اللي هو ده، لان بصراحة باباها جايب لها حاجات كتير من اللي هي الحاجات اللي زي دي كده. وهنا طقم الكنك الجرانيت. ده بقى كان براون، كان النوع الخلاط ده كان براون، كان 7 قطع فكته له. وهنا بقى صفيت الاطباق، حطيت لها هنا بقى في طقم المليمين وكوبايات كده للاستخدام تحت كده. وهنا بقى البولات اللي يعني الطقم ده كان باللون الاحمر واللون الاسمر. حطيت بقى لما جيت رصيت، حطيت طبق من ده وطبق من ده عشان يديه شكل حلو وكده. وده هنا بقى النيش اللي انا بقول لحضراتكم عليه. هنا بقى حطيت لها فيه بقى الكوبايات والكاسات، وزينته لها كده بالورد اللي هو المجفف ده، حطيته كده تحت كده في الارضيه. وده اللي كان تحت ده كان ده طقم العشاء، رصيته لها برضو فيه. ولو انت لسه مكمله معايا الفيديو كده، دوس لايك واشترك في القناه، وبعتي بقى الفيديو لحبايبك على الواتس وعلى الخاص، عشان اللي ايه يستفيد منه، ولو ناقصه حاجه تكملها وتشوفوا الاذواق والانواع. بصوا، كان النيش ده بينفتح من الضلفتين، يعني من الناحيه دي ومن الناحيه التانية. بسم الله ما شاء الله، كان شكله حلو جدا بصراحه، عجبني. ده هنا التلاجة كانت زانوسي، للناس اللي بتبقى تسألني انواع الاجهزه الكهربيه ايه. ده هنا بقى الادراج. بصوا بقى الرفاع بقى حدث ولا حرج. طبعا المشابك دي لما العروسه تيجي بقى هتحطها في البلكونه للنشير للهدوم وكده. هنا بقى القطاعات والفرادة والهراسة، واللي هي بتاعة البرجر والمعالق والشوك، وقطعة البيض والمعيار. وده هنا بقى المريلة. وهنا بقى المصافي وقشرة الخضار. وده هنا القطاعة. هنا بقى الفرشة وقطعة البسبوسة. بصوا جميع الرفايع بقى زي ما انتوا شايفين كده. بقولكم بسم الله ما شاء الله، الدرجة بصراحة مش كانت واخدة الرفايع والله. ربنا يا رب كده يسعدها كده وعقبال أولادنا وأولادكم جميعا. هنا بقى التربو، حطيت فيه بس كده شوك ومعالق في اللي في الجنب دي. ده بقى الطقم الكامل اللي هو الحلل. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، كان في حاجات كتير بقى، كان في الجريل، وكان في اللي هو الجريل الدبل وصواني البيتزا، وكان في 4 حلل والكنك. وتحت كده كان الكنك الاستانلس. وده كان الطاسه بتاعت طقم الاستانلس. وده هنا بقى باباها جايب لها خلاطين.
طبعا هي مش فتحت دولي، انا فتحت لها اللي هو التاني الاولاني اللي كان في اول الفيديو، اللي هو السبع قطع اللي هو البراون. ده بقى بقيه الرفايع، وده المنخل، وده هنا العجة الاستانلس والكب كيك، ده هنا بقى البوتاجاز نوع لا جرمانيا، ده هنا بقى التوابل اللي على الرخامة دي، وده هنا حفظ الطعام، ده المنخل اليدوي، وده هنا كده طقم كوبايات بالشفشق بتاعه. وطبعا هنا بقى اللي هي البلاستيك دي اللي هي الشفاشق البلاستيك. وهنا بقى اللي هو اللهم صل على النبي طقم صواني الكيك. وهنا بقى حاجات البلاستيك اللي هو التلاجة وصواني تقديم وحافظ طعام، وصواني هنا فرن وبولات ومكنة البسكوت، والصينية كبيرة اللي هي العشاء اللي هي التقديم. وفوق كمان أطباق ومصافي وحاجات كده للتوابل اللي هي البلاستيك دي، علب. وده المصفى اللي هو المكرونة، ومصافي تانية وشفاشق بلاستيك. وهنا بقى حاجات كوبايات، وده العياشة. وده هنا بقى طقم السيليكون اللي هو اللي على الرخامة. وده العجان، وصواني بقى تقديم. وده شنطة المعالق والسكاكين والكاتل. وهنا بقى الغسالة كانت نوعها زانوسي. وهنا الفرن كان فريش. وده هنا بقى الايه الشواية اللي بالكهرباء. كل حاجة بوريكم النوع بتاعها اللي بيسألني وكده. وبصوا بقى الهون ده كان شكله تحفة. شفتوا بقى الهون بتاع النونو كان حلو خالص. وهنا بقى السجادة كده في النص. وهنا طقم الاستانلس. وتحت كده حلة الضغط. ده الحلة الاستانلس كان 4. وده هنا حلة الضغط تحت كده. وبقية الأطباق بتاعت طقم المليمي. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، مش تنسونا باللايك والشير والدعاء، واللي أول مرة يدخل على القناة يعملنا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فوق بقى زي ما انتوا شايفين كده الحاجات بقى اللي مش اتفتحت زي دي كده. وبقى الأطباق الكبيرة اللي هي البلاستيك والاستانلس، والصواني اللي هي الفرن. قولوا لي بقى في التعليقات رأيكم ايه. عقبال كده عندكم يا رب كده الفرح دايما كده.